كنت فاكر إن اختيار الاسم حاجة بسيطة لحد ما حصلت الحكاية دي. في يوم كنا قاعدين في المسجد والشيخ بدأ يتكلم عن أسماء معينة، وقال كده قدام الكل في أسماء ما ينفعش تتسمى بيها، ولو حد اتسمى بيها لازم يغيرها فوراً. الناس اتفاجأت وأنا عن نفسي اتوترت، لأن واحد من صحابي اسمه من الأسماء اللي اتقالت. الشيخ قال الأسماء دي فيها شرك بالله أو إساءة مباشرة للدين أو أسماء شياطين، ومعانيها خطيرة جدا. وفضل يعدد: مالك الملك، عبد النبي، عبد الرسول، الشيطان، حكم الدين بمعنى المتسلط على الدين. وقال في فرق كبير بين التبرك وبين التعدي، في أسماء لازم نحذر منها مهما كان شكلها لطيف أو مشهور حوالينا. وبعد الدرس صاحبي كان باين عليه متلخبط، جه سأل الشيخ: أنا اسمي عبد النبي، أغيره؟ الشيخ بصله وسكت، وبعدين قال له: لو بتحب النبي فعلا خليه حب في قلبك، مش اسم في شهادة ميلادك. ومن وقتها وأنا كل ما أشوف حد لسه مسمي ابنه باسم من دول بحس إني لازم أبلغه. لو بتحب القصص اللي وراها عبرة وبتحب تعرف الغلط عشان تتجنبه، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك القصص الجديدة دايما.